بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من حكمنا الجليلة الجميلة أن القلب يسبق البدن، القلوب تسبق الأبدان. أن يزور وول إذ بعيث ضار حكمة، أن يزور وول إذ بعيث ضار. فالقلب يسبق البدن، الرجلين وسيلة نقل. الحاضرين كما رانا قلوبنا سبقت أجسامنا إلى هذا المسجد المبارك، مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ورفع الله أقداركم جميعا. وازدادت السعادة في القلب برؤية هذا الحضور، فقد جملتم هذا اللقاء بحضوركم. وشيوخنا الأفاضل جزاهم الله خيرا تركوا أعمالهم وحضروا، فهذا الحضور له ما بعده. نسأل الله أن يرفع أقداركم جميعا. نفكركم يا إخواني باللي آخر درس درنا هنا في يوم الثلاثاء 22 أوت 2023. العنوان الإنسان في القرآن. كل يوم دينا يهمه باش يعرف الإنسان هذا كيفاه الحضور نتاعو في القرآن الكريم. نعطيكم دقيقتين خلاصة مركزة من الآيات التي شرحناها وأشرنا إليها. قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء الآية 9، ربنا قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن يتوليه أمذان سافريد نسلامة ورثكين داما ذي كل شيء للتي هي أقوم على 4 مستويات: ألف باء جيم دال. المستوى الأول المستوى العقدي الإيماني، المستوى الثاني المستوى التعبدي، المستوى الثالث المستوى التربوي الأخلاقي، المستوى الرابع المستوى التشريعي. ذا اسم كثير كان من باب وذكر. من الآيات التي استثمرناها في لقائنا السابق الآية رقم 70 من سورة الإسراء. ربي قال: ولقد كرمنا بني آدم. وكرامة الإنسان في آدميته. وغيرها من الآيات بينا أن هذا الإنسان القرآن يبنيه. ومما قلناه أن بناء الإنسان أصعب من بناء العمران. باش واحد يبني باطمة صح تحتاج جهد. الباطمة السكنة لازم الحديد، لازم الرمل، لازم السيمان، لازم ماسون بناء، لازم الخدامين، ولازم الفاعلية باش يبنيوا لك الباطمة ويبنيك الحيوط إلى آخره. ولكن باش تبني الإنسان بنادم لتريما، بنادم ماشي سهلة واعرة بزاف. لذلك القرآن يبني الإنسان. ذكرنا العديد من التفاصيل في الموضوع. موضوع اليوم هو الإنسان تبنى. نتحدث عن رسالة الإنسان. درك الآن هو عنده رسالة،
هذا هو عنوان اليوم، رسالة الإنسان. الإنسان أفضل الموجودات. كاين 4 أصناف من الموجودات. إذن يا جماعة الخير، قلنا الإنسان أفضل الموجودات. كاين الموجود الأول هو الجمادات، أزرو، الحجر، الرمل، التراب، اسمها الجمادات. أزرو الحجر. بعد أزرو الحجر يأتي واحد النباتات والحشيش والأشجار. هذه كائنات عندها خصائص لكاركتيرستيك لا نجدها في الجماد. الشجرة تكبر وتتلون وتعرفوا كل هذا الشيء، ولكن الحجر لا. يلا نطلعوا شوية الفوق. الحيوانات، الطيور والحيوانات، هذه أيضا خلق من خلق الله، نجد فيها صفات لا نجدها لا في الجماد ولا في النبات ولا في الحشيش أو في الحشائش. إذن عندها صفة الحركة إلى غير ذلك. ولكن كل هذه الموجودات مسخرة للإنسان. أزرو ذوك فوس بمذاني قلا أدر في دزرو سيا غري ثردا يتساغوال ذزرو ذاك الضرمل السيمان دوزال إلى آخره. وكذلك النباتات والحشيش، زرع الشجرة وين حبيت تغرسها وين حبيت، ما تقولكش لا تعترض. لو كان جيب النخلة تغرسها هنا في الشمال تريح حتى تموت، تقول لك أنا ماشي هذه أرضي، أنا ديني للصحراء. بعد لازم تقرا أغرونومي، تقرا علم علوم الفلاحة وإلى آخره، ولا اللي بالتجربة، لأنه الفلاح ممكن يخرج من الحياة، مدرسة الحياة، ممكن من الجامعة يقرأ هذا العلم اللي هو الأغرونومي أو علوم الفلاحة. أم بعد نروح للحيوانات أيضا مسخرة، البقر والجمال، البعير، المعيز، الخرفان، كلهم مسخرون للإنسان. كان أحد العلماء العارفين كي يروح يذبح الخروف نتاع العيد، الخروف، ولا يذبح بقرة ولا يقرأ قوله تعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وكأنه يطمئنه وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني ربي سخركم للإنسان، وهذه نعمة تستحق الشكر وتستحق التأمل والنظر. علاش ذكرت هذه المعاني؟ باش نقول فقط أن هذا الإنسان المكرم، ولقد كرمنا بني آدم، ربي سبحانه أسجد لآدم الملائكة. تعرفوا في سورة البقرة ربي هذا من سجود التكريم، ولقد كرمنا بني آدم. الملائكة كلهم سجدوا لآدم سجود التكريم، ما عدا هذاك اللي تعرفوه الذي يستحق اللعنة، إبليس. وكان يقول أنا خير منه، تعرفوا الحكاية. أيضا ربي سبحانه أرسل النبيين والمرسلين للإنسان باش ما يضيعش. شحال الأنبياء، شحال الرسل بعثهم ربي على جال بنادم الإنسان باش ما يضيعش. ونقرأ في سورة الأنبياء الآية 25 قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي، يوحى قراءتان، إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. شغل ربي راه يقول كاع الأنبياء جابوا هذه عقيدة التوحيد. ذا شوك الشركين ياكو الأنبياء قرنص نستقبايليث إمولهن نتالسا، اللغة القبائلية الفصيحة إمولهن نتالسا، أي هداة البشرية. إمولهن نتالسا هداة البشرية. في الآية 25 من سورة الأنبياء تبين هذا الركن الركين، الأصل المشترك بين جميع النبوات والرسالات. ربي واحد ما عندوش شريك، ربي ورسالة أشريك.
الحاج رمضان فلس يعفو ربي يبدا سفروا هذا الموضوع قصيدة شعرية رائعة من أروع ما قرأت باللغة المازيغية عن التكامل اللي موجود بين جميع الرسالات إلى أن جاءت الرسالة الخاتمة اللي هو اللي جابها النبي اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. يناس العهد يلان ذي الزبور لذيور وذي تفرفيرا سلعه يلان ذي التوراة إذورا رويذ علين سلعه يلان ذي الإنجيل التجرة ذوين ثمرا سلعه يلان ذي القرآن يلدين ثي بوري غلقا ينزل غف محمد رسول النبي عزيزا. قصيدة طويلة تبين هذه الأصول المشتركة التي تجتمع عليها جميع الرسالات وجميع الكتب السماوية، والكمال اكتمل الدين بالقرآن بنزول القرآن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كنزل ربي في أوائل سورة المائدة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين قد اكتمل ينكمال الدين ولاش ورس يرنون ولاش ورس يزقذن ولاش ورس يسنقصن. نمس فهم. يلا نكملوا الآن نمشي خطوة خطوة. ثم أن الله عز وجل مزيد من التكريم لهذا الإنسان أعطى له منحاه المقومات مقومات الوجود. وعلى بالكم ما نقدروش نعيشوا إلا بهذه الهواء. وقتاش عرفنا قيمة الهواء؟ كورونا. قبل كورونا ما نعرفوش إلا القليل. قبل كورونا معظم الناس ما يعرفوش قيمة الأكسجين هذه، بالنسبة لهم نورمال أورزمون باطل مجانا. تصور لو كان شركة من الشركات تبيع الأكسجين نروحوا نشريو الأكسجين يقول لك رجعوا بعد غدوة إن شاء الله. واش يصرى لنا؟ ما نرجعوش. بارك الله فيك. وقتاش عرفنا قيمة الأكسجين؟ في كورونا. يا أخي شفيتوا القرع. الو عندك القرعة نتاع الأكسجين أو عندي. حكيت مرة حكاية أثرت فيها كثير. واحد شاب قالوا له بابك قريب يموت روح حوس له على قرعة نتاع الأكسجين خلاص ما يقدرش يتنفس. راح مسكين يجري لقى واحد صاحبه المهم جاب القرعة رفدها ويجري حتى في الطريق صونا التليفون نتاعو قالوا له غير ما تجريش باباك الله يرحمه. وحط القرعة هذيك حاول أكسجين ولا في القرع. شفي هذه علاش يذكر بعضنا بعضا باش ما ننساوش. الهواء الماء أشرنا إلى الآية 30 من سورة الأنبياء. ربي قدمها بواحد آية عجيبة للكفار كاع. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. الرتق معنى الضم. ففتقناهما أي فصلناهما بحكمة الله وبإرادته بعدما أراد اقتضت حكمته باش يستقبلنا مع سائر الكائنات في هذه الحياة. فصل هذه الكرة الأرضية عن المجموعة الشمسية الملتهبة باش يكون فيها المقومات. على بالكم هذه مسائل فيزيائية علمية دقيقة. ربي قال ففتقناهما بعد قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. أو كي بنادم كي الشجرة كي الطيور كي كلش حتى الحضارات. هناك حضارات ما تسمى حضارات ما بين النهرين. الحضارة الفينيقية حضارة مبنية على الماء. الحضارة المصرية القديمة النيل نهر النيل دجلة والفرات بالعراق حضارات مبنية على الماء. إذن ربك قال وجعلنا من الماء كل شيء. هذه الصيغة تفيد الاستغراق والشمول. كل شيء حياتهم مبنية عليه. أما نحن مسلمون
ونقرأ في الفقه المالكي ماذا من يشوف فقهاء قدامي الله يبارك، يقول لك الماء المطلق كما يقول صاحب الرسالة ولا صاحب المختصر الفقهي سيدي خليل، الماء المطلق ما هو؟ هو الماء كل ماء يطلق عليه لفظ الماء بلا قيد ولا إضافة. خاطر لو كان ترفد الماء لو كان تزيد له العسل هل يصلح للوضوء؟ لا يصلح. خاطر ما تقدرش تقول هذا ماء، تقول ماء مخلط. راك قلت مخلط ولا ما يصلحش؟ يصلح للعادة لا للعبادة. سقي به الشجرة، اغسل به، هذه كامل. ولكن العبادة لا ما تقول هذا ماء مطلق بلا قيد ولا إضافة. إذن ربي قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإحنا حتى حياة العبادة نتاعنا مبنية على الماء، والماء هو الطهارة الأصلية. الطهارة الأصلية طهارة المائية هي الأصل، والطهارة الترابية تيمم هي البدل، فتيمموا صعيدا طيبا. يلا نتجاوز كل هذه الأمور. طبعا يقول الماء الهواء والماء والغذاء والكساء والإيواء والدواء إلى آخره. هذه نسموها مقومات الحياة. هل بالكم يا خوتي رانا دوك بصحتنا جينا برجلينا للجامعة، شكون يعرف قيمة الرجلين اللي يمشي في الكرسي المتحرك؟ وين كاين الحن في كرسي لاشيز رولونت، هو اللي يعرف قيمة الرجلين. ترونسبور هذا ممتاز، لو كان نحمدو ربي ليل ونهار والله ما نقدروا نخلصوا هذه النعمة بركة، هذه نتاع الرجلين برك ونتاع البصر. وانت ربي قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذه باش ما نغفلوش برك، خاطر ربي قال وسيجزي الله الشاكرين. ربي يعطينا نعمة إذا شكرناه يدومها يزيد فيها. لأزيدنكم، وعد من الله، لأزيدنكم بلا من التوكيد. وربي قال وقليل من عبادي الشكور. وفي الصلاة ربي يعلمنا باش نحمدوا ربي في كل ركعة. واش يقول الإمام؟ سمع الله لمن حمده. اللي يغفل اللي يتفكر. وحنا نقولوا واش نقولوا؟ ربنا ولك الحمد. شو برك هذا يقول هذا القول باش دايما. وأول آية في القرآن بعد البسملة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. والكلمة اللي يقولوا أهل الجنة هي هذه في سورة الزمر، أبدأ من الآية 69 وما بعدها. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها ورش وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بعد واش يقولوا؟ أو كي تسمع خالدين هذه حلوة، وما كاينش كلمة حلوة كيما هذه على بالك. أتصور لو كان دخلوا الجنة الملائكة يقول دخلوا الجنة معنا 20 سنة بركة توليو حتى الدنيا تقول ثاني أنا ولا الماء دوني ثني سيسيون دو راتراباج ولاش تقول هذه سلكنا فيها والأخرى بيبري. لا، كي تسمع خالدين معنى إترنال، حياة أبدية. كي يسمعوا أهل الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الزريعة الآخرين راهم لهيه في الآية اللي قبلها هذوك ثم غير العتابة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. يا لطيف، ربي سبق في هذا المشهد باش الناس يقراوه، وبعدين يجي المشهد الجميل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وكي قال زمرا فيها معنى أو فيها معاني. معنى كيما راكم تتعاونوا في الدنيا على الطاعات والقربات والباقيات الصالحات،
هاو ربي يدخلكم الجنة اونغرو هكذاك زمراء. هي شفتوا النعمة نتاع هذه هي زمراء. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها بالكلام الحلو ولاش تزما ولاش يرمسلاي مرحبا يسمون الله سلاما نون سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. علماء التفسير قالك جات كومبلي، ما قالش برك سلام عليكم وخلاص، لا لا، سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، كلها بشائر. واش يقولوا أهل الجنة؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده. أو ممكن الإنسان يوعدك وينساك، ميم إذا كان ما نساكش ما يقدرش. علاش حنقولوا إن شاء الله يا أخي؟ نقولوا إن شاء الله. بعض الناس كلمة إن شاء الله هذه تقلقوا شوية، تقولوا نتلاقاو غدوة إن شاء الله، نبيعوا إن شاء الله، نشريوا إن شاء الله. يقول لك واش من إن شاء الله؟ إن شاء الله. حكاو حكاية، قال لك مرة واحد راح يشري الحمار، قالوا له وراك رايح؟ قالوا رايح للسوق نشري الحمار. قالوا له قول إن شاء الله. قالوا معلش، دراهم في الجيب والحمار في السوق، اسمها غارونتي. وصل للسوق راحوا له دراهم، باش ما نقولش الكلمة هذيك اللي واعرة، نقول راحوا له خير. كي رجع ما كان لا دراهم لا حمار. هو راجع لقى ذوك الناس، قالوا له كيفاه؟ قال لهم راحوا لي دراهم ان شاء الله. ثم اللي تفكر ان شاء الله راحوا لي دراهم ان شاء الله. معناتها احنا ماذا بك نعرفوا ربي في الظروف نتاع الرخاء، باش في وقت المحنة ربي ما ينساناش. المهم قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. كمل: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. أم بعد ربي سبحانه قال فنعم أجر العاملين، مع انتهى تفضلا منه، خاطر ماشي بالخدمة اللي ندخلوا الجنة، لا لا، نعم. ربي سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم كي قال بنعمة منه وفضل، برحمة منه وفضل. كي قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قالوا إيه؟ برحمة منه وفضل، معناه بالفضل نتاع ربي. وربي سبحانه دار إشارة إلى الخدمة اللي عرقته في الدنيا، اللي زرعته في الدنيا تحصدوه في الآخرة. ربي قال فنعم أجر العاملين. هنا سورة الزمر الآية 71. كاين واحد الآية راهي في سورة العمران الآية 136، الفرق بينهما هذيك بالواو وهذه بالفاء. ونعم أجر العاملين. وهنا في سورة الزمر الآية 71 فنعم أجر العاملين، يعني أين تزرع ما تغلثم، لا ثفنوان في ذنوان الساقي أتغلثم أتميرم أين تزام غير الزرعم. وبعدين كمل، لأنه كيف انتهت سورة الزمر؟ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سمحوا لي، هذه الأقواس هي مهمة لنا باش لكي لا ننسى. نسأل الله أن نكون جميعا من الشاكرين الحامدين. هذا المسلم اللي تبنى بوحي القرآن الآن ما هي رسالته؟ هذا هو السؤال. تتجلى رسالته فيما يلي: ألف، أول حاجة أنه يعرف ربي، لازم يعرف ربي. لو كان ما يعرفش ربي ما يعرف والو. يقدر واحد يقول لك أنا قريت كلش، قرا كاع الكتب، أو قرا بزاف كتب في الفيزياء ولا في الجيولوجيا، لي جون تاوعنا لا جيولوجي، لاسترونومي، لا بيولوجي، لا ميديسين، اقرا واش حبيت. وتقول والقرآن نو، يقول لك نو، هذاك نو. حبك مشكلة كبيرة جدا، فلنحذر. اللي بغى يعطي له ربي يحافظه على راسه، على مخه، على خلايا نتاع المخ نتاعو، يولي يقرا حتى العلوم الأخرى وينجح.
قرأ واش حبيت، ولكن لازم القرآن الكريم ربي عليه الكبدة. إلا قص ربي مثسة وانا ربي ثسة فهو ربي عزيز باش نسين ربي. خاطر كي نعرفوا ربي كل شيء سهل، بعد كل شيء سهل. علاش ربي قال حتى في القراية يقول اقرأ باسم ربك، هي باش تولي القراية تنفع. وإلا لو كان ما تقراش باسم ربك، تقرا شوية عندك فيسبوك ولا انترنت، تزرع الشبهات في الانترنت. الإلحاد بكري باش نسمعوا واحد ملحد، هاو درك واحد يريح في دارو لا تايو كاوكاو يبدا يزرع الإلحاد بالبورطابل، يدير الشبهات ويدير العجب. وكثير من شبابنا ضحايا هذه الشبهات، هذه المنغصات، هذه المدمرات. لذلك بعض الشباب يقول لك واقيلة واقيلة، وراك واقيلة يا وراك رايح. أو كيفاه قريت 4 حروف تولي تتفلسف وكذا، انتم عارفين واش قاصد، وراي رايحة. أو ربي قال اقرأ باسم ربك، مربوطين. القراية كي تكون مربوطة بربي تنفع، إذا كان مفصولة تضر. العلم إذا اتصل بالله عمر، وإذا انفصل عن الله دمر. العلم عمار أو دمار. هاي لا كونكلوزيون، لا سانتيز فينال، هذه هي الخلاصة. لذلك أول حاجة تعرفها أيها الإنسان تعرف ربي. أو كي تقرأ قوله تعالى في سورة مثل فصلت الآية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هو ربي سبحانه. اقرأ برك، اقرأ وتأمل، ستصل إلى هذه النتيجة. التسين ربي يون ورسعي الشريك. ويقول ربي في آيات أخرى، آيات كثيرة كلها ترشدنا إلى التأمل والتدبر والنظر لمعرفة الله جل جلاله. باش نسين ربي يون وسنخدم الشريك. أو كي تعرف ربي من بعد لازم تعبده. رسالة ثانية لازم العبادة. خاطر يسمحوا لي ممكن الإنسان عندنا في زريعتنا احنا كامل تلقى بعضنا 60 سنة ما يصليش، هكذا ولا ماشي هكذا؟ وشحال اللي صلاو المشايخ نتاوعنا صلاة الجنازة على الناس ما يصليوش. ما نقولوش اللي عنده 20 25 مازالوا جون، البالون وكذا والبحر هاو تلقى 60 سنة ما يصليش. مشكلة كبيرة ما فيهاش قصرة، هذه ماهيش عبث. أو الصلاة عماد الدين، وهي الأولى اللي نتحاسبوا عليها. فلا سنسوا حسب تم زواروث. لذلك بني الإسلام على 5 في حديث ابن عمر: بعد التوحيد إقام الصلاة، وربي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بمعنى العبادة نعبد الله بمفهومها الخاص وبمفهومها العام. نقرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد وحدك وإياك نستعين. ونقرأ الآية اللي ذكرناها قبيلة في سورة الأنبياء 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونقرأ في سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وكاين واحد آيات كما هذه، شكون يقولها لي من غير الأئمة؟ كاين آية كما هذه متشابهة. وين جاية؟ معلش نعاون الأولى وين جاية اللي قلتها أنايا؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، في سورة الأنبياء الآية 92. أما اللي تشبه لها راهي في سورة المؤمنون الآية 52 ناقص 40 تلقاها سوا. وإن قراءتان، هنا كاين الواو زيادة.
وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وطبعا كاش نهار إن شاء الله نديروا نشاط في الموضوع كيف واحد يفرز بين الآيات المتشابهات، خاطر هذه وعرة وأئمتنا يعلمون ذلك جيدا، مفهوم. خاطر سوتو كي يقرا وين هذه راه في الصورة هنا يروح للصورة لهيه يتشابهوا، ولكن كاين طرق فنية سهلة يقدر واحد، ولكن لازم المخ يكون حاضر. خطيكم البورتابل بزاف، صدقوني غير البورتابل عدو خلايا المخ. هذا الكلام ماشي نتاعي، قلت لكم وقيلا هنا ولا في مكان آخر. لو برادر وان تاع جوجل هذاك إنسان حاجة كبيرة، هو غير كيما اللي عنده حطبة، اسمها حطبة بورتابل نتاع حطبة. مانيش نقول كاع بورتابل مش مليح، ولكن درك شفنا بلي الاستخدام السيء خلاص ما بقاش. يعني كاين اللي يستخدموا البورتابل استخدام حسن، وكاين بزاف اللي يستخدموا البورتابل للدمار، يوهدوا لقطيعة الرحم، يثكسان السر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما حتى اللي يستخدموا استخدام حسن يدمن عليه، مدمن، يولي البصر نتاعو يروح، الخلايا الله يرحم الشهداء كل شيء يروح. فبالتالي ما نغتروش، لأن الذين اخترعوا هذه التكنولوجيات هم أعرف الناس بالطرق الرشيدة لاستخدامها. وهذا اللي ذكرته واحد من علماء الجزائر، نذكر واحد معليش باش ما نخلوش الفضول، تسمعوا كامل بالقاسم حبة، هذا هاو كتبوا درك في الانترنت تلقاه، الجزائري نتاعنا، هو من الناس الذين طوروا يعني هذا البورتابل هذا في مسائل دقيقة جدا، عنده أكثر من 500 براءة اختراع. هذا جزائري بالقسم حبة. ربما كاش نهار إن شاء الله نديروا نشاط بالتعاون مع المشايخ، نديروا سلسلة العلماء نتاع الجزائر اللي عندهم بصمة في العالم في مختلف العلوم، الأموات والأحياء، كاين اللي ماتوا كاين اللي مازالهم على قيد الحياة. نرجع نقول إذن العبادة هذه، ذكرنا إذن العبادة نحن كأفراد أو كأمة هكذا، خاطر نحن ننتمي إلى أمة واحدة. وفي دستور المدينة وثيقة المدينة النبي عليه الصلاة والسلام واش كتب؟ أمة واحدة من دون الناس، اتفقنا؟ وكاين جيم اللي هو تتمثل هذه الرسالة تاع الإنسان، هاو رسالة تربوية بعد ما يكون العبادة ولازم التربية. خاطر اسمحوا لي، إذا كان رانا نصلي ونعبدوا ربي كل شيء، ولكن نشربوا لاتاي والقهوة والماء ونرميو كاع نوسخوا البيئة، لونفيرونمون، مليحة هذه؟ ماشي مليحة، هذه تربية، هذه نظافة، ولا لا. ها النبي عليه الصلاة والسلام كي قال الإيمان 70 أو 60. طبعا السؤال ماشي للأئمة لغيرهم، هو 60 أو 70 صحيحتان. رواية الإمام البخاري الإيمان 60 شعبة، رواية الإمام مسلم 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يا أخي كذراري قريتوا هذا الحديث، إماطة الأذى عن الطريق. وفي رواية والحياء شعبة من الإيمان. يعني إذا لقيت واحد رمى هذه، شرب الماء ورماها، انت رفدها وديها للسلة، يا أخي هكذا تفهمين؟ إذا ركبتوا السيارة سورتو في لوطورود في الطريق، تاكلوا تشينا البرتقال، ما ترميوش القشور من الطاقة، ماشي مليح، ما ترميوش. ممكن كاين اللي يديرهم داخل الساشي ويرفد الساشي يرميها، الساشي كحلة وتطير في السماء، قادر دير حادث السيارة عادي. هذا ماشي التربية هذه. لذلك احنا الإنسان المسلم لازم يحقق رسالة تربوية. وربي واش قال في النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإنك لعلى خلق عظيم. واش قال هو عن الأخلاق؟
قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هناك رواية أخرى راهي رواها الإمام البخاري ولكن في الأدب المفرد، الكتاب ماشي صحيح، عنده كتاب آخر اسمه الأدب المفرد، رقم الحديث 273 قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. صافي، هناك رواية مكارم الأخلاق، هناك رواية صالح الأخلاق. ويقول في حديث آخر إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني المؤمن يزمر يوض الدرجة عليا سواشو وين يتصوزو من دقاس ذقيض يخدم قيام الليل يتزال ذقيض سواشو سترف قاينس عليا يلسى زيضان ذيلسى زيضان يقتضن ثسدة لسان الحلو رضع اللبة إلسى زيضان يقتضن ثسدة الكلمة الطيبة وقولوا للناس حسنا إلى في كلها أخلاق مع الوالدين، أخلاق مع الأئمة، أخلاق مع المعلمين، أخلاق في الطريق، أخلاق في كل مكان، الأخلاق في الجنائز، الأخلاق في الأعراس. على بالكم واش يعطي سر الحياة هي الأخلاق. كيما رانا قاع نتقلقوا كي نشوفوا الأخلاق راحت ولا لا، تروح لأي مكان تشوف مكان لا تربية لا احترام لا قدر، تروح مين في العرس تقول لهم شوفوا كل شيء مبروك وتهرب هكا ولا ماشي هكا. أما كي تلقى السر ليسر القدر الحرمة الخير الرباح أتفرحض وتسفرحض الله يبارك. أثان صافي الرسالة التربوية، وعلى بالكم هذه رسالة تاع الجامعة. وبعدين هذا الإنسان وين يكون؟ قد يكون إماما أو أستاذا أو فلاحا أو مرشدا أو وين يكون أو إعلاميا. هذه مشكلتنا جميعا، وإلا كما قال الشاعر متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. تفهمنا؟ هذه رسالة تربوية. والآن الرسالة التربوية واعرة. بكري باش تربي ولادك سهل، بكري ضرك واعرة بزاف وبزاف. متفقين على هذا؟ لذلك نخدموا واش نقدروا ونتعاونوا وندعيوا ربي باش يسلكنا على خير ويسترنا برك، ونسأل الله العفو والعافية. رسالة تربوية. كاين رسالة أخرى مهمة جدا وهي رسالة علمية، القراية. هو القراية هذه يا جماعة الخير ما عندهاش سن. راكم تسمعوا بهذاك اللي دخلوا محو الأمية وجابوا الباك، تلقى واحد يقرأ يبدأ الحرف الأول ألف باء 60 سنة. البارح كنا في سطيف حكاونا على واحدة عجوزة 75 سنة في عمرها، هاو ختمت القرآن حفظاته كومبلي. أذكر مرة في ولاية اللي هي في العلمة، أنا شخصيا حضرت واحد النشاط 7 عجايز اللي حافظين القرآن الكريم، سلمنا لهم هذيك الشهادات، قلت لهم هذه أجمل الشهادات في حياتي. سقسيت واحدة قلت لها أنتية وقتاش بديتي الحرف الأول؟ قالت لي وصلت 57 سنة بديت ألف باء. وضرك شحال؟ قالت لي عندي 77 سنة وخاتمة للقرآن. الشيخ 77 سنة وكي قرأت القرآن والله الذي لا إله غيره كانت تقرأ بالإحكام. أنا 5 حركات تعرفي حتى الحركات والإدغام، وقرأت بورش ومشايخنا على بالهم ورش كيفاه أو ماشي سهلة. كيفاه؟ قرأت بالإحكام. قالت لي هكذا تعلمت. قلت لها صافي العروسة نتاعك تهنت. قالت لي غير منين النهار اللي بديت نقرأ تهناو كاع مني، خاطر ولات العجوزة مشغولة. وعلى بالكم العجائز نتاعنا ربي يحفظهم، وكاين العجائز اللي كي تدير عروستها في مفهوم، والعكس صحيح باش ما يزعفوش العجائز
وإذا كاين الكنات في 30 إذا القرة التي لا تنتهي، هذه هو النفس نتاع الإنسان، أشغلها بالطاعة وإلا ستشغلك بالمعصية. عمرها بالطاعات ما تلقاش الوقت. هو أعمارنا قصيرة والله العظيم، ضرك رحم بابك 100 سنة واش فيها؟ ما تغطروش يا شباب، ما تقولش أنا عندي 20 سنة من بعد، وهذاك اللي عنده 80 سنة هو ثاني قبل 60 سنة كان كيما أنت، وانت بعد 60 سنة تولي كيما هو. ما تقولش زعما شباب من بعد. بالعكس يستغل هذا الشباب، عمرو يا صغري خدم على كبري وخدم على قبري، ماشي كيما يقولوا يا صغري خدم على كبري ويا كبري خدم على قبري. درك مادام صغير تقدر تقوم الليل تصوم الاثنين الخميس وراك صغير. اما كتولي 80 سنه يا حسره تحوس على الرخصه باش المشايخ يفتيو لك تاكل رمضان وتفدي وتخرج وتوكل المساكين. لا تدري. الشيخ عبد الرحمن الله يحفظكم. علاه هي والله غير حياة فرص. الحياة فرص. الحياة ألم يخفيه أمل، وأمل يحققه عمل، وعمل يفنيه أجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. يفرى شغل. لذلك هذه الرسالة العلمية قراو. العلم ما عندوش حدود. نقرأ في التاريخ كان اللي بداو القراءة في 40 سنة ولو من كبار العلماء، أصاروا مؤلفين تركوا لنا ميراثا كبيرا جدا لا نستغني عنه نحن الآن. باش ما نضيع يعني ما نفوتش بزاف الوقت بلا ما نذكر النماذج تكفي هذه الفكرة. القراية والسارة العمر، قرا برك ما تقولش جبت ليسونس ولا داير بكري ما كانش هذه الشهادات. على فكرة يقراو برك، يقرا ويحفظوا القرآن وبعدين يحفظوا المتون. هاو متن تاع ابن عاشر الله يبارك في الفقه المالكي كي يكملوه يفهموه يروحوا مثلا للرسالة نتاع ابن أبي زيد القيرواني يكملوها، يروحوا لسيدي خليل المختصر الفقهي للشيخ خليل. إذا كان زودوا تعمقوا يروحوا كتب الكبار يقرأوا المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي، كانوا يقراوها ويقريوها. على بالكم شيوخنا هذه المتون كان يقريوها. أذكر مرة في ضواحي عزاز قال هيه جات الزكري يوم بمغار واحد رجل كبير عنده 97 سنة قال لي أنا حضرت الختمة نتاع سيدي خليل رقم 55 في هذا المكان في واحد الجامع قديم. هو يقول قال أنا حضرت الختمة رقم 55. سبحان الله. إذن كانوا يقراوا وبعدين إذا كان الله يبارك عنده الإنرجي يقرأ يروح للتمهيد. التمهيد باش تقرأه واعر ماشي سهل نتاع القطب المالكي ابن عبد البر القرطبي المالكي. روح الاستذكار مخك يتنفخ باش تقراه. تروح كما قلت المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي كتاب رائع جدا لا بأس بك. روح قرأ كتاب الذخيرة الإمام القرافي فيه خير كثير. روح الكتب الأصول المستصفى مش عارفيه الإحكام في أصول الأحكام الآمدي، وروح الموافقات للشاطبي. قرأ ما تتعبش. الله يرحمك يا البيروني. والله ما عنديش 5 أيام كنت قلت هذا الكلام أكثر من مناسبة. رحت ضيف في واحد شريط وثائقي كتبوا على أكبر عالم في العالم في الدنيا. قلت إن شاء الله يا ربي يجيبوه سوا. أنا في دماغي على بالي شكون. حتى هذاك الشريط الوثائقي يقول هذه الشخصية العلمية بدأ يذكر في مجال الفلك وبعدين في الجغرافيا وبعدين في كذا وفي الأخير قال أكبر عقلية عرفها التاريخ هو الإمام البيروني. أنا عاميه. شكون قال هذا الكلام؟ مؤرخ فرنسي يقرأ في تاريخ العلماء اسمه سخاو هذا مؤرخ فرنسي. كي قرأ واش قال لك أكبر عقلية عرفها التاريخ هو هذا صاحب العقل الموسوعي الإمام البيروني. وقد تحدث عنه كثيرا عبد الفتاح المحقق عبد الفتاح
في كتابين، اللي هو كتاب قيمة الزمن عند العلماء، وعنده كتاب آخر اسمه صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. ذكر هذا الكاتب هذا وش قال عليه؟ قال قبل ما يموت بلحظات، قبل هذا يموت لحظات الاحتضار. يا أخي قرنك الموت تسك الراحة، الموت تعطي الراحة. أحيانا تشوف واحد قريب يموت ويتكلم وكذا، من بعد يروح. هو جاءه عواده، الناس اللي يزوروه وقفوا معاه، سمع لهم يتناقشوا في مسألة، هو كي يرجع له شوية القوة قال لهم كي تلقاو الجواب أعطيوا لي الجواب. انطق واحد من الصديقة من أصحابه قال له واش تدير بالمعلومة هذه؟ انت راك رايح، راك تقول بقى على خير الدونيس. تعرف واش قال لهم؟ قال لهم أحب أن ألقى الله وأنا أعرفها، هذه المعلومة الأخيرة أفضل من أن ألقاه وأنا أجهلها. يفرش شغلس. يعني كان حريصا على التحصيل العلمي إلى آخر لحظة في حياته. ما كانش حاجة اسمها لروتريات ولا ما كانش، قرا برك، لأنه كل ما وقل ربي زدني علما، أو القرآن يقول وقل ربي زدني علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وربي قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. هاو العلم هذا جمع. قرا برك، ما تربطش العلم بالخبزة. أو في تاريخنا تلقى فلان السبكي، تاج الدين السبكي صاحب أعظم كتاب في علم الأصول اللي هو جمع الجوامع، تاج الدين السبكي. تلقى هذا عنده في السباكة، هذا عنده في النجارة، هذا في الفلاحة. القراية العلم يطلبوه من أجل العلم وفي سبيل الله طبعا، ولكن المعيشة بحاجة أخرى. ضروري كذا كان واحد يعيش بالعلم ماشي حرام، يجوز، ولكن ماشي يولي هم. ماشي واحد كي يجيب لا روتريت من بعد يولي يتناقص يتضاءل. لا، اقرأ وبلا حدود، ثم أنك كلما ارتقيت كلما قرأت كلما ارتقيت. هذه رسالة، لأنه بالعلم اللي تقدر أنك تنشر دعوة، بالعلم اللي تقدر تعرف ربي أكثر. إنما يخشى الله من عباده العلماء. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العلم أنا أحرزت رايته، وقال العقل أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا، وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. إذن نقول هذا الكلام للجميع من باب وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، سورة الذاريات الآية 56. وذكر، متفاهمين؟ نجيو رسالة أخرى، هي رسالة دعوية. وش مقصود رسالة دعوية؟ ندعو إلى الله. ما يلزمش واحد منكم يعرف ربي وعنده القراية وما شاء الله وبعدين يسكت على روحه يقول أنا أخويا نسلك راسي وفرات. لا، سلك راسك وسلك غيرك. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا بلغوا عني ولو آية. ماشي بزاف، واش قدرت تلقى طاكسيور يا جماعة الخير، طاكسيور سمحوا لي يدعو إلى الله. طاكسيور يفد الغاشي يا أخي، يقول كلمة. طبيب كي يدير برك السماعة، ما يديركش محاضرة، ماشي مطلوب يدير دي كونفيرونس، مطلوب كي يرفد لاباري يقول بسم الله، وكي يدير لوردونونس يقول لك ربي يجيب شفاء، شفاء في يد ربي. تتسمع كلمة هذه من الطبيب تدخل لقلبك، الطبيب قالها لك، عندها قيمة. وهكذا بلغوا عني ولو آية. كل إنسان يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وربي قال في سورة النحل الآية 125 ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إلا ما عندكش العلم كيفاش تجادل؟ شفيت الشيخ الزنداني عبد المجيد الله يرحمه، ما كانش اللي يخدم الإعجاز العلمي كما هو في الدنيا.
جا تيزي وزو في 1989 جا لهنا ودار الدرس في مسجد الشيخ رزقي الشرفاوي الأزهري في مدينة تيزي وزو. مات العام هذا اللي فات برك، ما عندوش بزاف، تقريبا أقل من عام، الله يرحمه. هو يحكي بزاف العلماء كبار كي ناقشوهم جادلوهم بالتي هي أحسن، يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا حضرت آرثر أليسون في 85 في القاهرة، هذا اسمه آرثر أليسون، اللي لقاه منكم في اليوتيوب درك يجيبوا لي في الانترنت. آرثر أليسون عالم كبير بزاف، وجا من بريطانيا من لندن، جا القاهرة يحضر مؤتمر، قال لك جئت لأثبت بطلان القرآن، وجا معوله قال جيت باش نقول القرآن هذا ما كاينش منه. ومن بعدين في الأخير تلاقاو عليه الله يبارك الجبال الشامخات الشاهقات، كي اقتنع، خاطر لو كان لم يقتنع والله ما يشهد، قال لك جئت لأبرز بطلان القرآن فهزمتني آية. جابوا له آية قرآنية شرحوها له كاع باللغة الإنجليزية وكيف فهم كذا، ولا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. في اليوم الثالث من المؤتمر شهد ودخل الإسلام. وقارودي هذا فيلسوف كبير، روغي قارودي هذا فيلسوف كان عنده مذهب كاثوليكي في المسيحية، ولوم دو ديالوج كيما يسموه، لوم دو ديالوج، رجل الحوار. روح يا زمان جي يا زمان، في شهر رمضان 1982 دخل الإسلام. بعد 3 سنوات جا لهنا للجزائر ضيف الجزائر. شكون اللي عطى له الدعوة؟ مولود قاسم نيت بالقاسم الله يرحمه، أنا عاميه الله يرحمهم كاع. وكان ضيف الجزائر هنا في بجاية، ملتقى الفكر الإسلامي اللي كانت تنظمه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وقبل ذلك وزارة التعليم الأصلي هكذا. هذا الرجل كبير، وأذكر من روائع آرثر أليسون، هاتوا برك ما شاء الله، سي جمال ممتاز. هاو آرثر أليسون هذا باين بلي ماشي نتاعنا، ماشي زريعتنا، هذا باين هذا. نعم، إشارات تتعلق بالبحث إلى آخره في الآية. الله يبارك فيك. هاي القرآن، هاو المصحف، الله يتوفى الأنفس حين موتها إلى آخره. هاو. وبعدين سي جمال هو اللي يعطي لكم الرابط، اللي يعرفوا الانترنت، حنا الكبار هذو اللي ما يعرفوش بيبري برك فلاحي برك. المهم ذوك وصلت الخاتمة، والله ناوي بس عم ندير درس خفيف، كشفت المشايخ باش نسمع لهم، تيال محبيتكم بزاف، والله غير راحت لي كاع الزمن طار راح. المهم دوك نختم، ماذا بك نسمعوا أصواتهم الشيخ، يعني بعد إذنك نسمعوا أصوات المشايخ. المهم في الأخير، علاش قارودي هذا من اللطائف اللي كان دارها، هو مسكين طروازون بعدما أسلم لا يفرق بين الآيات والأحاديث. كي يقول لك مثلا الحديث هو يقول قال الله، يخطأ مسكين جديد دوبل فيه مازال. كي قالوا له يا دكتور، قالوا له أنت تخلط بين القرآن والحديث، على بالكم وهو فيلسوف، ولكن دار محاضرة يقول قال الإسلام، واش تقول سون كومونتير، قال الإسلام، يجيب لك آية ولا حديث، المهم هو الإسلام، لقى مخرج. هو فيلسوف كبير الله يرحمه برحمته الواسعة. إذن رسالة دعوية تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. آخر رسالة هي رسالة الإعمار. عمر حياتك، راك فلاح، اخدم الفلاحة، الله دير الفلاحة، راك هذه عبادة من العبادات. راك في النجارة، راك في التجارة، في القراية، في العلوم والمعارف، لازم نعمر هذه الدنيا، وهي ستزول كما سنزول، نحن سنموت وهي ستموت، ولكن ربي يبتلينا وقال لازم تسجلون حضوركم الفعال. عمروا هذه الحياة، بنيوا، زرعوا، غلثوا، الله يعينكم بلا حدود، سون ليميت، كسبوا الأموال بلا حدود، ولكن أنفقوها
سورة الحديد الآية 7: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذه رسالة المسلم اللي يعمر هذه الحياة. نسأل الله كل الجهود اللي نديروها كامل نجدها ذخرا لنا في يوم القرار، في دار القرار، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سورة الشعراء الآية 88 الآية 89. وبهما أختم، والسلام عليكم ورحمة الله.